السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله. هبدأ معاكم النهارده روتين. هنعمل سمك ونص المواعين وننضف الدنيا وكده يعني. ف جبنا السمك الاول، غسلته ومنقعه في ميه وملح وليمون، وهندخل نغسل شويه مواعين ان شاء الله الاول، وبعد كده نشوف هنعمل ايه، هنشتغل ايه بقى. خليكم معايا بقى، هجرب الفيديو هنا عشان ما اطولش عليكم. لما نقعت السمك في ليمون وملح ومية، شلته من المية وتحطيه في مصفى كده يتصفى شوية. نضيف بقى حلو. هنا نجيب توم وبتاع فلفلاية نقطعها كده، وملح وكمون وتوابل فراخ، بس نضرب دول نخلطهم كويس يعني، ونتبل السمك، وبعد كده شوف هنعمل ايه تاني معاكم. هنا معلش انا عملت الرز، فانا كنت باينه في الفيديو خالص يعني، فما خدتش لي بالي للكاميرا. هنا عملت الرز ادوبك ما تشوحيه تشويحتين كده اهو. وهو الرز بتاع السمك بيكون لونه ابيض يعني، فتشوحيه كده ويكون لونه ابيض، ما تحمروش جامد. شوحته كده تشويحتين ثلاثة، وبعد كده حطيت مكعب مرق وشوية كركم، يعني نص معلقة صغيرة، وملح وسنة فلفل، بس كده، وتسيبيه يستوي كده على النار، وبيبقى طعمه حلو يعني. ما تقلقوش لونه الكركم يعني، ما تقلقوش منه، بيدي طعم حلو برضه. هعمل معاكم السمك. لما هاجي السمك ان شاء الله هبقى ابص للكاميرا يعني. انا كنت عايزه عامله ان انا بصور يعني معاكم، ببص لقيت الكاميرا كلها يعني جايه عليا انا بس، فمعلش ما عملتش الرز معاكم. بس مكعب مرق وسنة فلفل ونص معلقة اسمه ايه الاصفر ده برساع كركم، وشوية ملح، بس كده. بيبقى لونه اصفر يعني، بيدي لون حلو للرز. انا هقلب معاكم السمك. نحط كده شوية دقيق، الزيت يكون سخن ونقلي فيه، بعد كده نوطي النار عشان يستوي براحته. اقول لكم تاني على خلطة السمك. نقطع فلفلاية، وعلى حسب يعني السمك، لو كان كتير تحط طبعا توم يعني كتير، مش معلقة بس، على حسب يعني. يبقى فلفل وتوم، فلفل اخضر وتوم وسنة فلفل اسود و لا، فلفل اسود لا ما حطيتش، انا مش بحط له فلفل اسود. يبقى فلفل وملح وكمون ومعلقة من توابل الفراخ بس. وكمان لو في مايونيز عندك الكيس الصغيرة دي او العلب الكبيرة دي، حطي حوالي معلقتين كده، بيديله طعم برضو للسمك زي البانيه بالظبط يعني.
لو ما عندكيش ما تحطيش يعني، ده اختياري يعني. اه صحيح، وعصرة ليمونية كاملة مع الثوم، يعني فلفل وثوم وملح وكمون، اللهم صل على النبي، ومعلقة توابل فراخ. انا نسيت احط الليمون معاكم لما حطيت التتبيلة اللي هنعمل بيها السمك. انتوا عمالين تخربوا اصلا، تمسكوا التليفونات وتبوظوها وانتوا بتصلحوا. بص هعمل السمك بالشكل دوت وهجوريهولكم في الاخر، بس انا بخاف ان انا اطول عليكم يعني، بس مش اكتر. وكده خلصنا السمك والرز اهو بالشكل دوت. بس اللهم صل على النبي. حلو يعني طعمه بالطريقة دي، والسمك مش عارف ليه مبين كده في الكاميرا مش حلو، يعني هو شكله حلو اهو محمر، يعني شكله حلو. كده خلصنا الغدا، نعمل شوية سلطة كده وخلاص كده الغدا خلص يعني. ندخل على حاجة تانية ان شاء الله. هضبط معاكم شوية هدوم كده على السرير. ميت تعالي وناوليني من عندك المرهم اللي بيعالج الجروح. بدي داوي لك جروح. كنت جاية حتى اجيب لك اياه وادهن لك منه على جروحك. صارت شي؟ مفيش حاجة خلصانة، لا هدوم ولا ده ولا ده، مفيش حاجة، ولا المطبخ كمان، حاجة صعبة. هسرع الفيديو معاكم عشان ايه ما مطولش عليكم، بس يعني هطبق الهدوم والم الصالة معاكم. هسرع الفيديو بس عشان ما اطولش عليكم. خلصنا روتين النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. بنايم البدن على كده، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.